صحيح قال إن بين يدي الساعة، وفي رواية إن بين يدي الدجال، يعني قبل أن يخرج الدجال يظهر الاستهبال، قبل أن يخرج الدجال يظهر التافهون الذين يقتدي الناس بهم على ما في شيء أصلا. قال إن بين يدي الساعة، وفي رواية بين يدي الدجال سنوات خداعات. سنوات والله يخدع الإنسان. عجيب، واحد 10 مليون يتابعونه ما عنده شيء يا جماعة، ما عنده شيء. واحدة بس مجرد سوشيال ميديا تحط الطبخ، تقعد من النوم شو تسوي أول ما تقعد من وحاطة الكاميرا وراها لايف، أول ما تقعد أعزكم الله تدخل الحمام. 10 مليون متابع، شنو فيها؟ شنو قالت؟ شنو عندها؟ أنا بفهم شنو عندها، إيش قدمت أصلا؟ بس دخولها خروجها طبخها أكلها طلعت دخلت وهكذا. هذا مو سنوات خداعات؟ هذا ما أخبر عنه النبي، وهذا قدوة. والناس ما شفتوا شنو نزلت أمس، ما شفتوا شنو نزل فلان، ما شفتوا فلان إيش عمل. شنو الكلام هذا؟ وين المفكرين؟ وين العلماء؟ وين الباحثين؟ وين الفلاسفة؟ وين الأدباء؟ هذا كلهم لا اعتبار لهم أصلا. أنا أعتقد لو يجي الآن العقاد في هذا المسجد يسوي محاضرة ما يحضرون 10، بينما لو يأتي ممثل أو لاعب أو فنان تمتلئ وتغلق الطرق أصلا. هذا عصر التفاهة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال إن بين يدي الساعة، وفي رواية بين يدي الدجال سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، كاذب كذاب أصلا، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. رويبضة تصغير رابض، والتاء للتأكيد. رويبضة تصغير رابض يعني قاعد، رابض يعني ماكو شغل، رابض يعني ميت، رابض يعني لا شيء، رابض قاعد ميت في مكانه. قال وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه. هو النبي عمره ما كان يسب أحد ولا يتكلم عن أحد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مرة واحدة بعد خلاص قال هو السفيه. وفي رواية قال يتكلم، قالوا يا رسول الله من الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، يعني أمر المسلمين، أمر الناس، سياسة واقتصاد وفن وأمور عامة. قال الرويبضة السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال التافه يتكلم في أمر العام. وفي رواية قال الفويسق يعني الخارج عن الطاعة يتكلم في أمر العامة. إنه عصر البهرجة، إنه عصر الابتذال بأي شكل، شوف الطرق. عاد أنا والله أنزه هذا المنبر عن الكلام عن سفاهاتهم، لكن شوف الطرق، شوف بأي طريقة يبتذل. المهم يصير عندي متابعين، بأي طريقة كانت أعملها أحصل على متابعين. المهم أصل إلى المال، أصل إلى الثروة، أصل إلى السمعة، أصل إلى الشهرة التي توصلني بعد ذلك إلى المال والثروة. أي شيء عمل غريب، عمل حرام، أصدم الجمهور، حركات بهلوانية، أصوات غريبة، رقص، جنس، شذوذ، مشاركة الناس تفاصيل حياتي من المطبخ إلى استعراض العضلات، أو حتى إلى العلاقات الجنسية الخاصة في حياة الإنسان، أو طرح أسئلة غريبة على الناس في الشوارع، أو سؤال محرج، أو سب الإله سبحانه وتعالى، أو سب الدين، أو سب العلماء. إنها المتاجرة بالصوت والصورة والجسد، إنها بحثا عن الملايين من المتابعين في عرض شبهات أو في استضافتهم كأبطال. ومن ثم هؤلاء المشاهير حينما يحصلوا على هذه الأعداد الهائلة يتم استضافتهم ويتم دعمهم من كثير من الشركات الرأسمالية المتوحشة، شركات أدوية، شركات طبية، شركات مشروبات غازية، شركات منتجات صناعية، أي شركة من الشركات المستوحشة رأسماليا تستضيف هؤلاء مشاهير السوشيال ميديا للتسويق لمنتجاتها. منتجات تغيب منها الجودة، منتجات يغيب منها العمق، منتجات يغيب منها الأداء الجيد، وإنما هؤلاء مسوقون لها. إنها غاية الغايات الحصول على المال. هذا العالم الذي نعيشه عالم متوحش رأسماليا، غاية الغايات أن أحصل على شلون أحصل على المال؟ هؤلاء الذين يحصلون على ثقة الناس من مشاهير السوشيال ميديا ندعمهم ونعطيهم أموال، وهم يقومون بعد ذلك للتسويق لنا ولمنتجاتنا. الغاية من ذلك الحصول على المال. إننا نعيش في هذا العالم، عالم التفاهة الذي تسودت فيه الرويبضة في كل شيء، في كل شيء. أنا ما أقول بس بالفن، ولا أقول السوشيال ميديا، ولا أعمم، وإنما في كل شيء تسيد التافه. تافه في الإعلام، تافه في السياسة، تافه في الاقتصاد، تافه كل شيء، كل شيء إلا من رحم الله عز وجل. نحن نعيش في نمط غريب من الحياة، لذلك لا يجوز أن نغمض أعيننا عن هؤلاء التافهين، ولا يجوز أن نسكت، ولا يجوز نسوي نفسنا ما نعرف. عيالنا وبناتنا قاعد يشوفون، أهلنا أحيانا شيبان قاعد يتابعون. اليوم الانفجار الرقمي في هذا عالم الميلتي ميديا الآن أصبح شيء في واقع الحياة، سهل وبسط ويسر وأوصل
كل إنسان أحمق، كل إنسان سفيه، كل إنسان تافه أوصله للمجتمع وادخله إلى داخل بيته. اليوم وسائل السوشيال ميديا المنتشرة بين الناس بالملايين، ما في أحد لا عامل ضعيف ولا كبير إلا يملك هذا الجهاز ويستطيع أن يدخل، وهؤلاء يدخلون من خلاله إليك. ثم بالنسبة لابنك وبنتك وزوجتك وأهلك، هؤلاء قدوات يتابعونهم الناس في حياتهم التافهة. ما الحل؟ الكلام الآن مو مجرد أن نعرض كلام، مو مجرد أن هذا واقع، هذه مشكلة قائمة، وهو أن التافهين اليوم